السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، حبايب كنوز الرياضيات. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم طبعا مس سحر صبري. النهارده هقول لكم فيديو حلو جدا جدا جدا، ازاي تأسس ابنك صح مع كنوز الرياضيات. لو ابنك طالع سنة رابعة ومشيت على الخطوات والأساسيات اللي انا هقول لك عليها، انا متأكدة مليون في المية ان ابنك هيرتاح جدا في سنة رابعة وانت كمان، وهيكون فاهم الدنيا ماشية ازاي، والدنيا هتبقى معاه سهلة جدا جدا. انا مش هطول عليكم، يا ريت جهز كشكول وقلم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لكل حبايبي الحلوين، وخصوصا اللي رايح سنة رابعة. ويلا بينا. ازاي تأسس ابنك صح مع كنوز الرياضيات؟ بصوا يا باشمهندسين، اولا لكل ولي امر وولية امر لازم الاول تعرف ابنك انه هيكتب الارقام باللغة العربية. اللغة العربية دي اللي هي اصلا درسها في اللغة الانجليزية، ولكن الارقام دي اصلها عربي، اللي هي طبعا كان بيقرأها 1 2 3، ولكن طبعا احنا هنقرأها باللغة العربية عادي جدا، ولكن هتتكتب برضو باللغة العربية، يعني دي اصلها عربي، ولكن هو درسها في اللغة الإنجليزية، اللي هو رقم 1 2 3 4 5 6 وهكذا. يبقى دي أول حاجة لازم تعرفها له، إن هو هيكتب الأرقام. هتقول له أنت هتكتب الأرقام باللغة العربية اللي أنت أصلا كتبتها أو أخدتها في مادة اللغة الإنجليزية. هيقولك يا بابا بس دي إنجليزي. قول له لا، دي اصلها عربي. تمام، اصلا عربي. طب الارقام اللي انا كنت بدرسها قبل كده دي ارقام هنديه. قول له يبقى انت هتكتب بالارقام دي. قاعد يجادل معاك وبرده مش فاهم القصه قوي، قول له عامه انت هتكتبها بالارقام اللي انت اخدتها في اللغه الانجليزيه. تمام، ده اول حاجه لازم ابنك يكون داخل المدرسة عارفها. تمام، طيب. تاني حاجة لازم يكون بيعرف يقرأ الأعداد، سواء الأعداد دي مكونة من رقمين حتى 6 أرقام. ليه؟ لان هو ده اللي درسه في اولى وتانية وتالتة، درس ال6 ارقام. يبقى لازم يكون داخل المدرسة عارف يقرأ الاعداد المكونة من رقمين حتى العدد المكون من 6 ارقام. تمام. تمام، طيب ليه بقى؟ لان في سنة رابعة هياخد ال7 ارقام وال8 ارقام وال9 ارقام وال10 ارقام. فلو هو ما بيعرفش يقرأ اي عدد مكون بقى من 3 ارقام من 5 ارقام من 6 ارقام من رقمين، يبقى مش هيعرف يقرأ ال7 ولا ال8 ولا ال9 ولا ال10. يبقى لازم ابنك يكون داخل المدرسة بيعرف يقرأ اي عدد من اول رقمين لحد 6 ارقام. ودي طبعا هنعمل لها فيديو، وانا كنت عامله لها فيديو قبل كده ازاي تقرأ الاعداد الكبيرة، بس برضو هنعمل لها فيديو ان شاء الله لحد ما ابنك يروح المدرسة هيعرف يقرأ الاعداد بكل سهولة. رقم 3، لازم يكون عارف القيمة المكانية والقيمة العددية لأي رقم في أي عدد، ويعرف يفرق ما بينهم. لازم، لأن زي ما قلت لك هو هيدرس 7 أرقام و8 أرقام و9 أرقام و10 أرقام، فهو لو مش فاهم القيمة المكانية والقيمة العددية أصلا مش هيعرف يجيب أي قيمة مكانية وأي قيمة عددية لأي رقم في أي عدد. وزي ما اتفقنا برضو هنعمل لك ليها فيديو تأسيس، او هنشرحها في فيديو التأسيس ان شاء الله على مراحل. يبقى انا اول 3 حاجات لازم يعرف ان هو هيكتب الارقام باللغة العربية اللي هو اصلا درسها في اللغة الانجليزية، ولازم يعرف يقرأ الاعداد حتى ال6 ارقام، ولازم يعرف القيمة المكانية والقيمة العددية والفرق ما بينهم. تمام يا باشمهندسين؟ تمام. طيب نشوف اللي بعده. رابع حاجة ولازم يكون عارفها كويس قوي، جدول الضرب. لازم يكون داخل عارف اصلا جدول الضرب، حافظ اصلا جدول الضرب. وطبعا كنوز الرياضيات وفرت على الجهد عليك، وعملنا فيديوهات بطريقه الجدول وسميناها بطريقه الكرتون يعني وكده، وسميناها جدول الضرب حكايه مع ماشا والدب وكنوز الرياضيات. هتلاقيها عندي على قناتي جدول الضرب حكايه، عملنا من جدول 1 ل5، وان شاء الله هنكمل باقي الجداول. فيا ريت كل يوم تسمعوا جدول وتدربوا عليه، هتبقى الدنيا حلوة قوي. بعد كده لازم يكون طبعا بيعرف يجمع ويطرح الاعداد كويس قوي، لان برضو في سنة رابعة عنده جمع وطرح الاعداد الكبيرة اللي هم 7 ارقام و8 ارقام. وخلي بالك ان الجمع والطرح سهل جدا لو ابنك بيعرف يقرأ ويعرف يجمع
ويطرح اي عدد، يبقى هيعرف اي عدد في الدنيا حتى لو الاعداد كبرت وبقت 10 ارقام برضه هيعرف يجمعها ويطرح. ودي برضه ان شاء الله هنعملها، هيبقى فيديو برضو مخصوص من فيديوهات التأسيس. لازم برضو يكون عارف الأشكال الهندسية وبيعرف يفرق ما بينهم وخواص كل شكل، لأن ده برضو درسه في أولى وتانية وتالتة، وبرضو هنعمل ليه فيديو يبقى داخل عارف الأشكال الهندسية. تمام يا باشمهندسين، عرفنا ايه المطلوب. طيب دلوقتي بقى هنكمل باقي الفيديو، ان احنا هنبدأها بأول حاجة وهي قراءة الأعداد الكبيرة، ودي أول حصة تأسيس. نبدأ بسم الله ويلا بينا مع كنوز الرياضيات، ازاي ابنك يقرأ الأعداد الكبيرة في منتهى السهولة. ويا ريت جهز كشكولك وقلمك ويلا بينا هقولك يعمل ايه. بص بقى يا حبايبي الحلوين يلي منورين وهتنوروا الصف الرابع، افهم معايا. عندي عمارة، احنا عشان نعرف نقرأ الأعداد كويس قوي ركز معايا قوي 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 في عمارة الأرقام دي. أنا عندي عمارة سميناها عمارة الأرقام. عمارة الأرقام دي يا باشمهندس أنت درستها في أولى وتانية وتالتة، درست فيها الدورين. طيب نفهم بقى الحكاية بتاعتها. كان يا مكان يا سعدي إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عليه الصلاة والسلام. الأرقام كلها اتجمعوا مع بعض وقالوا إحنا هنسكن مع بعض في عمارة هنسميها عمارة الأرقام. العمارة دي بنوا أول حاجة وهي الدور الأرضي. بنوا أول حاجة اللي هو الدور الأرضي، وسموا الدور الأرضي ده بدور الوحدات. نسميه إيه مع بعض يا باشمهندسين؟ بدور الوحدات. طيب دور الوحدات ده أي دور عامة هيتكون من أحاد وعشرات ومئات، احاد وعشرات ومئات. طيب تعالوا نمشي واحده واحده. الدور الارضي ده اللي هو دور الوحدات، اول حاجه سكنت عندي الخمسه. يبقى انت لما تيجي تقرأوه اللي هو الرقم المكون من رقم واحد 5. طيب تاني حاجه هتسكن معايا العشرات، فلو مثلا 7 يبقى انا هقرأ الرقمين، ده العدد المكون من رقمين يقرأ كام؟ 75. اقرأ الاحاد وبعدين العشرات. الرقم الثالث ولو يكن مثلا هنكتبه 6، ده خانة المئات، يقرأ ازاي؟ اقول 675. يبقى انا هقرأ المئات وبعدين الاحاد وبعدين العشرات. نقول كمان مرة، أول دور عندي اسمه دور الوحدات، وعشان كده هو اسمه دور الوحدات لأن بيتقرأ لوحده. دور الوحدات ده يا باشمهندس أنت لقيت رقم 5، يبقى الخمسة دي في الآحاد هقرأها 5. طيب سكن فيه العشرات 7، يبقى أنا هقرأ الآحاد وبعدين العشرات 75. طب سكن فيه كمان رقم سميناه 6، يبقى انا هقراه ازاي؟ هقراه عادي جدا من الشمال. خلي بالك العدد بيقرأ من الشمال. هقرا المئات الاول، مئات بعدين احاد بعدين عشرات، يبقى هقراه 675. طبعا في المئات الواحد بيقرأ 100، الاثنين 200، الثلاثه 300، 4 400، 5 500، 6 600 لحد طبعا 9 900. فانت هتيجي تقرأ من الشمال يبقى 675. بس ده دور اسمه دور ايه؟ الوحدات، بيقرأ لوحده. بعد كده بنينا الدور الثاني وسميناه بيت الألوف أو دور الألوف. ده دور الألوف. اتفقوا مع بعض إن لما نيجي نقرأ هنقرأ العدد ونقول اسم البيت بتاعه. طيب ده 675 هو اسمه بيت الوحدات، ما مالوش يعني ما بيقرأش، بيقرأ لوحده كده مالوش اسم معاه 675. أما في الألوف هنقرأ العدد ونقول اسم البيت بتاعها أو الدور بتاعها. فأول حاجة مثلا سكنت معايا وليكن مثلا رقم 4، اقرا العدد ده زي يا باشمهندس. انت بتيجي تشوف وخلي بالك ان بعد كل 3 ارقام كل دور بنعمل القمه او الفاصله الصغننه دي. ادي الاربعه. اقرا ازاي العدد المكون من 4 ارقام؟ بص يا باشمهندس صح معايا. اتفقنا ان ده اسمه دور الوحدات بيتقرأ لوحده. الدور التاني دور الألوف. أول حاجة ساكنة معايا في دور الألوف رقم كام؟ 4. فأنت هتقرأه وتقول اسم البيت بتاعه، فتقول 4675. شفت الموضوع سهل ازاي؟ طيب جنب الأربعة ساكن رقم مثلا 9، عادي جدا 9. هتقرأ الرقمين وبرضو تقول اسم الدور بتاعها، فهتقول 94,675. طيب سكن كمان رقم وده العدد المكون من 6 أرقام ولو يكن 1،
يبقى انا هقول 100، تقرا بقى عادي الثلاث ارقام عادي، 194 واقول كلمه 1000 واقول 675، يبقى 194,675. ده اللي انت خدته في اولى وثانيه وثالثه. الست ارقام نقول كمان مره. يبقى انا عندي عماره الارقام مكونه من دورين، دور الوحدات ودور الالوف. دور الوحدات بيتقرئ لوحده، العدد بيتقرئ عادي. فانت عندك يا باشمهندس الرقم بيتقرئ لوحده، عندك 6 اقراها 6، 7 اقراها 7. طب بعديه رقم عشرات اقرا الاحاد والعشرات. طب بعديه رقم المئات يبقى اقرا مئات احاد عشرات. ده الدور الاولاني اسمه دور الوحدات. بعد كده عندي دور الالوف، اقرا العدد اللي ساكن فيها. لو رقم واحد اقراه وقول 1000، رقمين اقراه وقول كلمة 1000، 3 أرقام اقراهم وقول كلمة 1000، وبعدين اقرأ دور الوحدات. يبقى أنا لما أقرأ العدد أقرأه من الشمال، احدد انا عندي كام دور، انا عندي كام بيت، انا عندي سميه زي ما تسميه بيت دور، انا عندي كام دور، دورين. تروح قايل كده ادي دور الوحدات ادي دور الالوف، وتشوف ايه اللي ساكن. طب تعالوا نشوف مع بعض كده مع بعض عدد ونشوف هنقراه ازاي. تعالى كده يا باشمهندس، انا مثلا كتبت لك الرقم ده مثلا وقلت لك اقراه ازاي. حدد يا باشمهندس، ده دور الوحدات وده دور الالوف. حلو قوي. ده طبعا 4 ارقام. ازاي اقرا الاربع ارقام؟ دور الالوف ساكن فيه كام؟ 7. برافو عليك، هتقول 7000 او 7374. برافو عليك. يبقى 7374. تمام. 7000. لو 3 تقول 3000، 5 5000، 6 6000. اتفقنا؟ طيب تعالى اكتب لك رقم تاني، ركز معايا. مثلا كتبت لك كده، قلت لك اقرأه برضو. ادي بيت الوحدات ادي بيت الالوف. ساكن ايه في بيت الالوف؟ ده ساكن رقمين يا مستحر. اقرأهم يا باشمهندس. اقرأ الرقمين احد وبعدين عشرات. 87 واقول كلمة ايه؟ 1000. 87,235. شفت الموضوع سهل ازاي؟ والله سهل جدا. مع كنوز الرياضيات ما تشيلش هم ابدا 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 ابدا. يبقى عرفنا ازاي نقرا الست اعداد. نقول كمان مره. انا عندي 9، ده الرقم الواحد اقراه 9. عندي 75 يبقى اقراها 75، يبقى العدد الرقم الواحد اقراه 1. رقمين اقرا الاحاد وبعدين العشرات. طب 3 ارقام اقرأهم من الشمال واقرأ المئات الاول. 335. طب عندي 4 ارقام عادي جدا. ايه المشكلة؟ اقرأ من الشمال، وده بيت الالوف فيه 4 يبقى 4563. طيب عندي 5 ارقام. ايه المشكلة؟ ادي بيت الوحدات ادي بيت الالوف. اقرأ الرقمين وقول كلمة 1000. 65,561. طب عندي 6 ارقام عادي جدا. اقرأ دول وقول كلمة 1000 وبعدين اقرأ دول، يبقى 336,357. شفت بقى يا باشمهندس القراية سهلة ازاي؟ شفت جدا جدا. ادي اول فيديو تأسيس خلصناه مع بعض ازاي نقرأ الست ارقام. تمام. استنوني بقى الفيديو جاي ان شاء الله، هقول لك القيمه المكانيه والقيمه العدديه والفرق ما بينهم. وما تنساش جدول الضرب حكايه هتلاقيه على قناتي. يا ريت اول باول نذاكر كل يوم جدول لحد ما ان شاء الله اكمل بقيه الجداول. اتمنى يا رب ان انا اكون بسطت لكم المعلومه، فهمتوا كويس جدا جدا جدا. ويا ريت لو انت فعلا استفدت ما تنساش المشاركه عشان كله يستفاد، واللايك والاشتراك في القناة عشان كل الفيديوهات الجاية تنزل لك مع فيديو جديد وكنوز الرياضيات. ومس سحر صبري. باي باي، مع السلامة.